هل تعاني من هذا المشكل في الكمبيوتر الخاص بك؟ فأغلب الناس تعاني من هذا المشكل. سوف أعطيك الحل إن شاء الله في هذا الفيديو. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتي سيمون ميلونجي التي تهتم بكل ما هو تقني ومعلوماتي. اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة تنظيف الكمبيوتر بطريقة رائعة جدا، وربما معظمكم أو أغلبكم لا يعرف هذه الطريقة، وربما بعض الناس تعرف هذه الطريقة. فأنا أشرح لكم في هذا الفيديو بالنسبة للناس التي لا تعرف الطريقة. بالنسبة للناس التي تعرف الطريقة فليس هناك مشكل. أولا سوف ندخل إلى ديس بي سي أو ماي كمبيوتر. هنا كما تلاحظون معي هنا الديسك سي ممتلئ جدا باللون الأحمر. كي نعيده إلى اللون الأزرق سوف أريكم طريقة ذلك. سوف نضغط على هنا على ويندوز ثم على إعدادات بهذا الشكل. ننتظر أن تفتح معنا الصفحة. إن شاء الله هذه الطريقة سوف تفيدكم، وسوف إن شاء الله تنظفون الكمبيوتر الخاص بكم بسهولة. ثم ندخل إلى النظام بهذا الشكل، ثم نضغط على مساحة التخزين. لاحظوا معي هنا لقد انبثقت معنا هذه الصفحة. هنا تظهر لك مساحة الديسك سي أو القرص سي أنها ممتلئة جدا بالأصفر. هنا لدينا التطبيقات أخرى وملفات مؤقتة. نحن كي ننظف الديسك سي يجب علينا أن نقوم بشيئين. أول شيء هو الدخول إلى الملفات المؤقتة. هذا الخيار يجب الدخول إليه كي نقوم بتنظيف جميع الملفات المؤقتة، يعني الملفات التي غير مهمة، التي تملأ ذاكرة الكمبيوتر بدون أي فائدة. هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية أن ندخل إلى التطبيقات ونحذف التطبيقات الغير مهمة. أولا ندخل إلى الملفات المؤقتة بهذا الشكل. ننتظر أن تفتح معنا الصفحة كي أريكم ما هي الخيارات التي ستختارونها كي تحذفوا وتنظفوها. هنا لدينا 4 خيارات. أول خيار هو التنزيلات، أي الملفات أو الفيديوهات أو الصور التي تقوم بتنزيلها من المواقع، سواء من جوجل أو من مواقع أخرى أو من أي ملف. ثاني خيار الصورة المصغرة. ثالث خيار الملفات المؤقتة. نحن سنعمل خيار علامة على التنزيلات إذا كان لديك في التنزيلات ملفات غير مهمة، وفي الصورة المصغرة، وفي الملفات المؤقتة. لكن ملفات تحسين الأداء هذه لا نلمسها، نتركها بدون أن نعمل فيها علامة. أوكي، كي ننظف فقط الثلاث خيارات، لأن الخيار الآخر هو مهم بالنسبة لأداء الجهاز، فلن نقوم بتنظيفه. سننظف فقط التنزيلات والصورة المصغرة والملفات المؤقتة. نضع علامة في كل هذه الأشياء ثم نضغط حذف بهذا الشكل لكي يتم حذف الآن تلك الملفات التي قمنا بعمل علامة عليها. أوكي، ننتظر كي يتم تنظيف. الآن قد تم تنظيف تلك الملفات بنجاح. الآن نظفنا الملفات التي قمنا بتحديدها. هذه أول نقطة. ثم نعود إلى خطوة إلى الوراء بهذا الشكل. ندخل إلى التطبيقات. هذا الخيار التطبيقات. سوف ندخل نضغط عليه وندخل كي نقوم بإطلالة عليه ونرى التطبيقات التي لا تهمنا، وهي فقط تشغل المساحة على الكمبيوتر الخاص بنا. وكما تلاحظون هنا لدينا جميع التطبيقات الموجودة على الكمبيوتر. نحن سوف نمر على كل التطبيقات، والتطبيق الذي لا يهمنا نضغط عليه بهذا الشكل ونضغط إلغاء التثبيت. نضغط إلغاء التثبيت.
بهذا الشكل، ثم نضغط إلغاء تثبيت وننتظر أن يقوم بإلغاء تثبيته من الكمبيوتر كي نفرغ المساحة على الكمبيوتر الخاص بنا. سوف نقوم بهذا الأمر في جميع التطبيقات التي لا تهمنا ونريد التخلص منها من الكمبيوتر الخاص بنا لتفريغ المزيد من المساحة. هو التطبيق الثاني كما تلاحظون معي نفس الخطوات، تضغط على التطبيق وتعمل إلغاء تنزيل، لكن هنا انبثق لدينا هذه الرسالة لأني قمت بالعملية يعني على التوالي. يجب الانتظار قليلا حتى يلغي التطبيق الأول ثم تذهب إلى التطبيق الثاني، يعني تنتظر لغاية أن يقوم بإلغاء تثبيت التطبيق الأول الذي اخترته، ثم أختار التطبيق الآخر وأقوم بنفس الشيء. كما تلاحظون هنا يظهر لك جميع التطبيقات الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك. وعلى فكرة يعني نقطة ملحوظة مهمة جدا، هذه الطريقة تنفع بالنسبة لللابتوب أي الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر التابس، يعني نفس الشيء، خاص سواء والأخص التي لديها يعني نظام ويندوز 9 و10 و11. هذه الثلاث أنظمة يعني يمكن أن تنظفها بهذه الطريقة. أوكي، الآن يعني كما تلاحظون أبحث عن التطبيقات التي لا تهمني يعني ولا أحتاجها في الكمبيوتر، هي فقط تشغل مساحة كبيرة، أقوم بإلغاء تنزيلها بهذه الطريقة كما تلاحظون معي هنا بهذا الشكل. يعني أي تطبيق أنت لا تحتاجه ويشغل مساحة كبيرة على الكمبيوتر الخاص بك تضغط عليه وتقوم بإلغاء تثبيته بكل سهولة. هنا في هذا الخيار يمكنك أيضا تحديد الأكثر حجما، يعني التي تشغل أكثر حجما، يعني كي يظهر لك الملفات الأكثر حجما في أول الترتيب، كي لا تحتاج أن تبحث عن الملفات التي يعني أو التطبيقات التي تشغل أكبر حجم. يمكنك اختيار بهذا الزر الموجود في الأعلى كي يقوم بترتيب التطبيقات من الأكبر حجما إلى أصغر حجم، وأنت تساعد يعني حينها سوف تنظر إلى التطبيقات وتختار التطبيقات التي لا تحتاجها تقوم بإلغاء تثبيتها، والتطبيقات التي تحتاجها سوف تتركها كما هي. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، وأتمنى أن ينال هذا الشرح إعجابكم. لقد حاولت التطرق لجميع النقاط في هذا الفيديو كي يعني يستفيد أكبر عدد من الناس. لا تنسوني باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وإن شاء الله سوف أحضر لكم العديد والعديد من الطرق التي تفيدكم في أجهزتكم. مع السلامة.